فيلمنا بيبدأ بالقرصان كرو على سفينته، وبيكون معاه جوليان اللي بيعتبره زي ابنه، ومساعدته سارة، وبنفهم انهم بيطاردوا الوحش الأحمر. وكرو بيكون متحمس جدا للمطاردة لأنه تسبب في فقدان عينه، وبيظهر الوحش وكرو بيدي أوامر للطاقم كله عشان يستعدوا للمعركة، بس بيشوف سفينة تانية وراهم بتتعرض للهجوم، فبيضطر كرو انه يغير اتجاه السفينة لأن كل الصيادين بينهم تعاهد انهم يساعدوا بعض. وعلى السفينة التانية كل الطاقم بيستعد للغرق لأن الكابتن بتاعهم فقد الأمل، فبيظهر كرو بسفينته وبيضربوا إشارات ضوئية عشان يجذبوا الوحش ليهم، وفعلا بينجحوا في كده وبيبدأ الوحش يروح لهم، وكرو بيدي أوامر إنهم يضربوا الوحش وبيضربوه بالأسهم والمدافع، والوحش بيغطس في البحر بدل ما يهاجمهم، وبيحدف عليه جوليان سهم عشان يحدد مكانه، بس الوحش ذكي جدا وبيختفي عشان محدش يعرف مكانه، وبيكون تحت السفينة وبيهجم عليهم، وجوليان بيحاول إنه ينقذ السفينة قبل ما الكل يموت، والوحش بيركز معاه عشان يقتله، وجوليان بيهرب وبيسيبه بالرمح بتاعه، والإصابة بتكون قوية والوحش بيسيب السفينة وبيرجع للبحر تاني، وجوليان بيتفاجئ إن دراع الوحش بيرميه في المية وبيطلع عشان ياكله، بس جوليان بيعوم بسرعة وبيقدر يهرب وبيمسك فيه وبيطلع على ظهره، وكرو بياخد الرمح بتاعه عشان يقتله، وفعلا بيقتله وبيغطس معاه عشان يقطع قرنه عشان ياخدوا المكافأة من الملك. وقبل ما كرو بيخرج للسطح الوحش بيمسك في رجله عشان يغرقه، وبيفوق كرو وبيكون جوليان انقذه وبيأمرهم انهم يغيروا اتجاههم ويروحوا للمدينة، وبالليل بيروح لكرو وبيقول له انهم هيرجعوا تاني ويلاقوا الوحش الاحمر ويقتلوه، بس كرو بيقول له ان ده مش هو اللي مضايقه انه لو مات محدش هيعرف يتصرف، وبيوري له كتاب فيه كل الوحوش اللي اصطادوها، وبيقول له ان اخر وحش هيتحط في الكتاب ده هو الوحش الاحمر، وبيقول له ان هو هيكمل مسيرته من بعده، وبيحكي له لما لقاه وهو صغير واعتبره انه ابنه، وقال انه هيكون هو قبطان السفينه في يوم من الايام. وبيوصلوا المدينه وبتوصل بنت صغيره اسمها ميزي وبتتكلم مع جوليان، وبتفضل تتكلم عن كل الوحوش بالتفصيل، وبتقول له انه اهلها كانوا صيادين وفقدوا حياتهم وعايشه في دار رعايه للاطفال، وبتقول له انها نفسها تنضم للطاقم بتاع السفينه، فجوليان بيرفض وبيدخلها في عربيه عشان توصلها للدار، وبيروحوا تاني يوم عشان يدوا للملك كل القطع اللي اخدوها من الوحوش اللي اصطادوها عشان ياخدوا مكافئتهم، بس الملكه بتكون متضايقه لانه وقف مطارده الوحش الاحمر وراح عشان ينقذ سفينه تانية، وبياخدوهم في القصر وبيوروهم السفينه الملكيه الجديده، وبيقول لهم الوزير انهم مش محتاجين لصيادين بعد كده والسفينه دي هتقضي على كل الوحوش، لكن كورو بيقول لهم ان السفينه دي ضعيفه وبيتعصب عليهم والملكه بتؤمر بحبسهم، بس جوليان بيتدخل في اخر لحظه وبيعرض عليهم مسابقه ان اللي يصطاد الوحش الاحمر هو اللي يكسب، ولو خسروا يقدروا يفككوا سفينتهم زي ما هم عاوزين، وبيرجعوا للسفينه وبيبداوا يحطوا خطه عشان يصطادوا الوحش بيها، وكرو بيعرف الطاقم كله ان جوليان هيكون هو قبطان من بعده، وبيفتحوا الصناديق عشان المشروبات وبيتفاجئوا بالطفله ميزي على السفينه، وكرو بيروح عشان يتكلم معاها وبيعجب بكلامها عن الوحوش اللي اصطادوها، وبيوافق كرو انها تكون من ضمن طاقم السفينه، وبيقول لساره انها تعتني بيها وتخلي بالها منها، وساره بتديها سلاح عشان تقدر تدافع عن نفسها، وبيوصلوا لمكان الوحش الاحمر اللي هو عايش فيه، وفجاه السفينه بتتهز وبيسمعوا صوته، وكرو بيدي الاوامر وبينفذوا اول هجوم عليه، لكنه مش بيتاثر فبيرموا عليه اسهم بحبال عشان يقدروا يمسكوه، لكنه بيكون ذكي جدا وبيحاول انه يغرق السفينه، ولما جوليان بيفهم اللي الوحش بيعمله وبيقول لكرو انهم لازم يقطعوا الحبل عشان ينقذوا نفسهم من الغرق، بس كرو بيرفض وبيأمرهم انهم يكملوا، وميزي بتسمع كلامهم وبتشوف الخطر اللي بقوا فيه وبتبدا انها تقطع الحبل، وكرو بيشوفها وبيهددها بالقتل وبيأمر جوليان انه يوقفها، ولما جوليان بيروح لها بيسيبها تقطع الحبل، والحبل بيتقطع وبترجع السفينه تاني في مكانها، وبيقع جوليان وميزي في الميه، وهما الاتنين بيتصدموا لما بيشوفوا الوحش الاحمر بيبص لهم وبيسيبهم وبيمشي، ولما بيخرجوا من الميه كرو بيكون متعصب جدا وبيقول للجوليان انه يسلموا الطفله وبيهدده هو كمان بالقتل، بس فجاه بيجي الوحش الاحمر وبيبلعهم بالمركب اللي هم فيه، بس بيكونوا لسه عايشين وبيلاقوا نفسهم انهم وصلوا جزيره غريبه، وهم على الجزيره ميزي بتتواصل مع الوحش بطريقه غريبه جدا، ولما جوليان بيحاول انه يقتله بيهدده من غير ما يهجم عليه، وبيبداوا انهم يدوروا على اي مكان يخيموا فيه، وميزي بتتكلم عن الوحوش وبتقول له انهم ممكن يكونوا غلط لان الوحش ما هاجمهمش والتاريخ بتاعهم شكله مزيف، بس جوليان بيكون متضايق وبيقول لها ان بسبب انها قطعت الحبل كل شيء اتدمر، وبنروح على السفينه وساره بتروح لكرو وبتقول له ان السفينه اتدمرت ولازم يلغوا الرحله عشان لو فضلوا اكتر من كده السفينه هتغرق، وكرو بيقول لها انهم لازم يتجهوا لجزيره ميكيشو، والكل بيتصدم لان الجزيره دي ملعونه وما عندهمش قوانين الصيد، لكن بيقول لهم انه هيعمل اي حاجه عشان ينفذ انتقامه، وتاني يوم بيكون جوليان وميزي بيتحركوا بالمركب بتاعهم وبيهجم عليهم وحش، وقبل ما ياكلهم بيجي الوحش الاحمر وبينقذهم، وجوليان بيحدف عليه سهم وبيساعد الوحش الاحمر في هزيمه الوحش التاني، وميزي بينقذها وحش صغير لونه ازرق، والمركب بتاعهم بيكون اتكسر، فبيقرر جوليان
جوليان انهم يرجعوا للجزيره، بس ميزي بتقول له انهم يطلبوا من الوحش الاحمر مساعدته، فبيقول لها جوليان ان ده استحاله يحصل، وبيتفاجئوا ان الوحش الاحمر بياخدهم على ظهره وفهم كلام ميزي، وبتفرح جدا لانها اكتشفت ان التاريخ بتاعهم مزيف والوحوش مش مؤذيه زي ما بيقولوا، وبتقدر انها تتواصل مع الوحش وتقول له على المكان اللي عايزين يروحوه، وبتزعل جدا لما بتلاقي كميه كبيره من السهام على ظهره، وبتحاول انها تساعده وتشيلهم زي ما بيساعدهم. ومن الجانب التاني السفينه بتوصل للجزيره، وبيروح كرو لساحره شريره وبتقول له انها عرفت السبب اللي خلاه يجيلها، وبتعرض عليه وبتقول له انها عندها سلاح فيه سم قوي جدا بس الثمن بتاعه هيكلفه حياته، وكرو بيقول لها انه مستعد يعمل اي حاجه قصاد انه ينتقم. وبنرجع لميزي وجوليان اللي بيحاولوا انهم يصطادوا سمك بس بيفشلوا بسبب حجمه الصغير، ولما الوحش بياخد باله بيبدا انه يطلع لهم السمك بره، وبيبدا جوليان يغير تفكيره عنه وبيروح مع ميزي عشان يساعدها في خروج الاسهم من ظهره، وبيقعد وبيقرا في الكتاب بتاعهم وفعلا بيكتشف ان معظم القصص مش حقيقيه، وبيستغرب من اللي كتب كل الكلام ده كان ايه غرضه من مخلوقات مش بتاذيهم. وبيكون في عاصفه شديده جدا فبيستخبوا جوه الوحش الاحمر، وبيلاقوا هياكل وسفن من الاف السنين اللي هو كان واحد منهم وسبب في موت كائنات مش بتاذيهم. وبنشوف على السفينه الطاقم كله متضايق عشان تعاملهم مع الساحره، وكرو بيشوف كائنات بحريه بتهرب وبيقول لهم ان السبب الوحيد في هروبهم هو وجود الوحش الاحمر، وبيدي اوامر عشان يستعدوا للمعركه. وتاني يوم الصبح بيكونوا قريبين جدا من الجزيره، وجوليان بيقول للميزي انهم لازم يكملوا بقيه الطريق لوحديهم عشان وجود الوحش الاحمر خطر على حياته، وبيودعوا الوحش الاحمر، وجوليان بيحاول يفهمه انه مش هيصطاد وحوش تاني، وميزي بتودع الوحش الصغير وبتودع الوحش الاحمر، وهو بيودعهم الوحش بيحس بخطر فبيروح يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي سفينه بالجنود واحد منهم شافه وبيضرب عليه نار، والوحش بيتعصب وبيروح للسفينه، وسط كل ضرب النار ده بيروح للسفينه وبيقسمها نصين، وقبل ما يقتل القبطان بتاعها جوليان بيضرب عليه نار عشان يشوف ميزي اللي اتصابت، وفي نفس الوقت ده بيشوف كرو وبيدي اوامر بالهجوم عليه، وبيتجه الوحش الاحمر ناحيه السفينه عشان يدمرها، وكرو بيضرب عليه السهم وبيكون فعال جدا وبيخدر الوحش، وبيطلب من طاقم السفينه انهم يشيلوا السهم منه عشان هو عايزه حي. وقبل ما يمشي بيلاقي ان في مركب جايه عليهم، وبيتفاجئ بوجود جوليان وميزي لانه افتكرهم مات، وبينقذوهم وبيطلعوا ميزي عشان يعالجوها، وجوليان بيحكي لكرو كل اللي حصل، بس كرو مش بيصدقه وبيقول له ان الوحوش شريره وده معروف من الاف السنين، وانه لازم يقتل الوحش الاحمر قدام الملك وكل اهل المدينه. ولما ميزي بتسمع الكلام ده بتحاول انها تهجم على كرو، بس جوليان بيهديها وبينيمها على سريرها من تاني، وبعد كام ساعه بيوصلوا للجزيره وكل اهل المدينه بيكونوا متحمسين جدا، وميزي بتحاول انها تخرج عشان تنقذ صاحبها ومش بتعرف، بس بيجي الوحش الصغير وبيساعدها انها تخرج، وقبل ما تدخل بتشوف العلامه اللي على البوابه وبتفهم ان العيله الملكيه هم اللي زوروا التاريخ كله، وبتحاول انها تقطع الحبل عشان تفوق صاحبها. وكرو بيقول للملك انهم كانوا غلطانين لما كانوا عاوزين يقضوا على الصيادين لان كل فلوسهم ونفوذهم هم السبب فيها، وبيطلع الرمح بتاعه عشان يقتل الوحش، بس جوليان بيجي وبيمنعه، وبيطلع كرو سلاحه وبيهجم عليه وبيتخانقوا مع بعض، وبيقدر كرو انه يرميه في الميه، وبتحاول ميزي انها تقطع الحبل وبتيجي ساره وبتقطعه، وبيكون الوحش لسه متاثر بالمخدر وبيجري ورا كرو عشان يقتله، لكن ميزي بتقف قصاده وبتحاول تفهمه انه لو قتله المعركه ما بينهم مش هتنتهي والصيادين هيفضلوا يطاردوهم. وقدام كل اهل المدينه جوليان بيكسر الرمح وبيقول لهم ان مفيش صيد وحوش تاني، والوحش بيسمع الكلام وبيطلعوا فوقيه عشان يثبتوا انه مسالم. وميزي بتقول لكل اهل المدينه ان كل التاريخ ده مزور والعيله الملكيه عملوا كده عشان يبيعوا اجساد الوحوش ويتباهوا بيها. فعلا اهل المدينه بيقتنعوا بكلام ميزي وبيطلبوا من الملك انه يسيب الوحش وما يقتلهوش، بس بيرفضوا وبيأمروا الجنرال انه يقتل الوحش، والجنرال بيتأثر بكلام ميزي ومش بيرضى يقتله، والوحش بيرجع للبحر تاني. انا احمد ويلة، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.